ملخص افلام اكشن الجزء الثاني لبويكا. الفيلم ده من كتر الاكشن اللي فيه سمعت كلام ياما عليه. وقبل ما نبدا الفيلم الجبار لازم تطلع القهوه من على النار وتجيب الفشار. بنشوف بويكا في مباراته قصاد جورج الجزء الاول، ولما شفتش الجزء الاول هسيبهولك في الشريط الابيض اللي فوق ده وفولت عليه. وبعد المباراة جورج كسب وبيكسر له رجله وهو بيمسح بيفتكر الحلبة، بيقول علي النعمة اني لو جيت لا اعمل اديت على اللاعبين، ويكون نفسه اوي يرجع للمطوشة تاني. وبنلاقي جاجا ماشي مع مدير السجن فبيقع منه فلوس، وبيقول الراجل ده رزق وجالك خدها، بيقول له مش عايز منك حاجة وبيدوس عليها. جاجا بيعرف ان بويكا من صوته فبيروح له بيقول له اسمع، انا من وراك عملت لهوة فلوس، وانا عشان اصيل اشوف لك زنزانة حلوة بدل كوم الزبالة اللي انت قاعد فيها دي، وهديك شغل حلو. بويكا بيقول له لو عايز تساعدني بجد رجعني الحلبة. بيضحك عليه وبيقول له زكوف هيضربك. تاني يوم بيروح بويكا يطلب تخفيف المدة، ولكن الضابط بيقول له انت عارف انت عملت كام جريمة؟ طب عارف انت قتلت كام واحد؟ شوف يا ابني انت بتعمل ايه. بعدين بيروح بويكا بيشوف مباراة لزكوف وبيكون ناوي على الانتقام، فبيروح يضرب المكسورة عشان ترجع قوية زي الاول. بنشوف الراجل العبيط ده بيعلن عن مسابقة عالمية وبيضم اقوى 8 مقاتلين في العالم، بيقول لهم اللي هيكسب هياخد الحرية مهما كانت جرايمه، وكمان هياخد مبلغ كبير جدا. وطبعا في السجن ده مفيش غير زكوف، وفعلا زكوف بيخلص على نص اللي في السجن وبيكون هو رقم 1 المؤهل للمسابقة. ولكن بيرجع بويكا بالنيلوك الجديد بيكب المية عليه، بيقول له في السجن ده مفيش غيري بطل واحد انا. والحرس بياخدوه بس جاجا بيقول لهم سيبوه يتضرب شويه. بيطلع بويكا على الحلبة وبيظهر بالفورمة الجديدة وبيعمل زكوف منشار، بيطلع وينزل بيه لحد ما بيكسر له اسنانه. امال لو رجليك مكسوره كنت عملت ايه؟ بيكسب وبيكون هو اول واحد مؤهل للمسابقه، وفعلا بيوصلوا هناك وبيكونوا 8 مقاتلين، والواد ده بيتكبر شويه لانه كان ظابط واتحبس في قضيه تهريب. وجوردو بيعرفهم كل واحد هيعمل ايه وبيقول لهم كل واحد ليه ساعه واحده تدريب في اليوم. ليه يا عم؟ ده احنا كنا في ابتدائي كنا بنتدرب يجي 3 ساعات. المهم بيقول له ساعه واحده تدريب و23 ساعه شغل ومفيش نوم. لا كده كتير بقى، مفهوم؟ بيقولوا له مفهوم. بياخدوهم في العربيات وينزلوهم شغل صعب جدا. واحد يقول له طب وما جايين يلعبوا بيشتغلوا ليه؟ عشان ما يقدروش يلعبوا يا صديقي. كلهم بيكونوا شغالين في عز الشمس وبيكسروا في الصخرة، الا المستفز ده بيكون قاعد وفيه شمسية ومحدش بيقدر يتكلم معاه. وبعدين بنلاقي جورد بيروح للقر وبيدوله العلبة دي ويكون فيها منشطات عشان يكون اقوى من اللاعبين التانية، وليه كمان مكان مخصص بيتدرب فيه، ومش اي تدريب ده بيتدرب على البني ادمين. لا بقى ده كده ظلم. ماما بتبدأ أول جولة وبويكا بيكون مقلق شوية من رجله، وبتبدأ أول جولة بين البرازيلي واليوناني، والبرازيلي بيعلم عليه. الواد ده بيفكرني بالبرازيلي اللي في لعبة تيكن. وبتبدأ تاني مباراة بين توربو والكرواتي، ولكن توربو بيخلص عليه. الماتش اللي بعد بيكون الفرنسي ضد بويكا، وجاجا بيكون خايف من رجل بويكا، مش عشان بيحبه ولا حاجة، عشان ما يخسرش الفلوس اللي مراهنة عليه. ولكن بويكا ما يعرفش يعني ايه خسارة، وبيعرف الفرنسي طريقة لبس النضارة. الماتش اللي بعد بيكون الكوري ضد راؤول. الواد ده بصراحة مش عارف ما بطوش ليه، المهم بيتنيل يكسب وبيروح للأربعة اللي خسروا وبيقول لهم هتوحشوني، ويكونوا فاكرونه هيروحهم، ولكن هو فعلا بيروحهم بس عند جده جدودهم. بيبدأ اليوم التاني وبويكا بيتربط مع تربو، بيقول له انت بتلعب امبارح انا خدت بالي من حاجة كده. بيقول له من ايه يلا في ايه؟ بيقول له من رجلك المكسورة، ولما لعبك اكسر لك التانية. فبيديله في وشه وبيمسكوا ببعض، ولكن الحرس بيفكوهم وبيسحبوا انفراد. وزي ما انت شايف كده الزنزانة بتكون واسعة عليهم جدا وبياخدوا راحتهم، بيتكلموا مع بعض شوية وفي الاخر بيتصالحوا. بعدين بويكا بيقابل جاجا وبيقول له يا عم الظابط بتاعك ده بيشغلنا وبيتعبنا وبيطلع عين اللي جابنا. وتربة كمان بيشكي للظابط بتاعه بيقول له نفس الكلام. فبيروح لجوردو بيقول له انت ازاي تشغلهم كده؟ بيقول لهم رايزو عايز كده. رايزو بيقول لهم انا بشغل اللعيبه بتوعكم عشان يخسروا واللاعب بتاعنا بس اللي يكسب. ايه البجاحه بتاعتك دي؟ بيقول له طب وبويكا وتربو وباقي اللعيبه؟ بيقول لهم والله براحتكم، ممكن تيجي تراهنوا معايا على راؤول لان هو اللي هيكسب. جاجا بيقول له انت شايف كده؟ بيقول له انا مش شايف غير كده. جاجا بيراهن عليه ولكن النظرة دي ما بتطمنيش يا صديقي. بعدين توربو وبويكا بيشغلوا دماغهم وبيتفقوا انهم هيتدربوا في الشغل. توربو بيقول لبويكا انت دخلت المسابقة دي ليه؟ طب انا دخلتها عشان ابني وبنتي، كله عشان خاطر عيالي.
لكن انت بقى دخلتها ليه؟ بيقول له انا عشت طول حياتي وانا بثبت اني اقوى مقاتل في العالم، وده افضل طريقة عشان اثبت ده. رجليه بتوجعه، فتربي بيديله الملوخية دي، بيقول له بالله وحطها على رجليك وهتبقى احسن. تاني يوم بتبدأ اول جولة بويكا ضد البرازيلي. صراحة الواد البرازيلي ده محترم ودخل قلبي. الاتنين بيكونوا متعادلين وبيقدموا مباراة من اجمل المباريات اللي شفتها في حياتي، ولكن بويكا بيكسب. بيقول له عاش عليك، بيقول له خلي بالك من نفسك. ايه ده مين دول؟ بويكا ده؟ والله هو. ما علينا. ولكن للاسف بيقتلوا البرازيلي. بعدين المدير بيقول له جول ده انا خايف من العيال دول وممكن توربو يكسب راؤول. بيقول له فلاشة وبيعمل معاه الجلاشة وبيكسرها عظمه. بويكا بيقول له مين اللي عملها؟ ايه الجلاشة؟ فبيتكسف يقول له مين اللي عملها؟ بيقول له روح اتدرب انت، انا كده كده ميت. بويكا بيروح يتدرب وبيجي له مستفز ده بيقول له يا الدنيا اللي قد النملاية تسيب واحد تلاقيه في المراية. انا سمعت يا اسطى كده ان انت رجلك مكسورة، ولما قابلك اكسر لك التانية اللي هتتكسر رجلك وتقعد تصوت زي النسناس. يسأل عليك غالي ولا خفاش. وبيتدربوا وتربو ما بيكونش قادر يتدرب من العلقة اللي خدها، وبويكا للأسف ما بعرفش يعمل معاه أي حاجة. فبيروح الشغل وهما في الطريق. بويكا بيقول له أنت مستحيل تكسب بحالتك دي، اهرب. يقول له لا يا عم أنا هلعب وأكسب. يا عم اسكت بقى، تكسب مين؟ أنت بتتكلم بالعافية أصلا. بيقول له الراجل ده اللي بيخسر هنا ما بيروحش، بيموت. بويكا بيقول لي سمعت الراجل عليه؟ أنا أكسر السلسلة وأنت اهرب. يا سلام. وبالنسبة للحرس ده بيدب على السلسلة بأقوى ما عنده. الحرس بيسمعوه وبييجوا يضربوه، ولكن بيحصل العكس. بويكا بيهربوا والعسكري ده بيقول له خد دي. بيفوق بيقولوا له تربو فين؟ بيقول لهم جاجا. اتكلم يالا تربو فين؟ جاجا فين؟ بيظهر جاجا بيقول له اسكت يا ولا، مش انا غيرت رايي وعلى فكره ما راهنتش عليك. بويكا بيقول له انت واحد ندل وزباله، واول ما اخرج هقتلك انت وفلوسك اللي بتتباهى بيها دي. وبتبدا المباراه الاخيره راؤول وبويكا. راؤول بيدي البويكا على جبارة وبيجدد كسر رجله ابن الحمارة وبيرميه بره الحلبة. فبيفتكر انه لو خسر هيخسر حياته للأبد، فبياخد الجلابية دي وبيطلع له فوق. راؤول بيحتفل على اساس انه كسب وكده يعني. بيبص وراه بيلاقوا استاذ المجال لفت الحمام. بيقول له جدع يا ماما، جدع جدع يا سكر. بيقول له خد دي وبيروق عليه وبيكسروا رجليه وبيخلص عليه. ربنا بيستجاب لدعوتي لما دعيت عليه في اول الفيلم، وفعلا رجليه بتتكسر وبيصور بالطريقه دي. جاجا بيقول لزيكو انا صدقتك وراهنت معاك على راؤول، ولكن انا خسرت كل فلوسي بسببك، انا هقتلك. شب يمسكوا كيف وربنا انا ما عجباني غير الكرافته دي. جورج بيقول له انت فعلا كسبت بس مش هتطلع من السجن عشان هربت تربو. بيقول له مش حوار، المهم اني اديت العلقه ضفاء قدامي. بينزلوا في مكان بعيد وبيكونوا هيقتلوه، ولكن بيظهر تربو بيخلص عليهم واحد ورا التاني عامل زي المقاتل الاسباني. بيقول له خد الفلوس دي كلها بتاعتك. انت صدقت الحوار اللي عملتهم على شويه العيال دول؟ انا ما رنتش عليهم، انا رنت عليك انت، وربنا كنت حاسس الواد ده ذكي ومستحيل يغلط غلطه زي دي. بيقول له السواق فين يا اسطى؟ بيسلم على صاحبه وبيجري في الشارع زي المجانين من الفرحه. وده كان ملخص الجزء الثاني، هتلاقوا الجزء الاول في اول تعليق. سلام.